جوزي مات من شهرين، ولما فتحت تليفونه اتصدمت من اللي شفته عليه. صاحبة المشكلة بتاعت النهاردة بعتها وبتقول جوزي مات بقاله شهرين بالظبط، وكنت سايبة التليفون بتاعه من يوم الحادثة اللي مات فيها، حطاه كده للذكرى، لا بفتحه ولا غيره ولا فكرت اشحنه حتى، سايباه مقفول ومحطوط في الدولاب. لحد لما اختي لقيتها بتقول لي هو انت ليه ما بتفتحيش تليفون جوزك؟ ما انا قاعدة معاهم بقى من يوم ما جوزي مات. قلت لها هفتحه واعمل بيه ايه؟ انا سايباه علشان يعني للذكرى كده لاولادي لما يكبروا يبقوا اللي عايز يستعمله يستعمله. قالت لي لا، افتحيه شوفي لو ليه فلوس عند حد. انت عارفه ان جوزك كان شغال ومصالح وتاجر، وكانت فلوسه رايحه جايه بين ايدين الناس. افتحي التليفون وشوفي لو ليه مصلحه عند حد ولا فلوس ولا كده. فالمهم سمعت كلامها وفتحت التليفون، وبصراحه انا كنت عارفه الباسورد، عمره ما خباه عني، بس عمري ما دورت في حاجه، وعشان كده عمري ما دورت، هو كان معرفهولي لانه واثق ان انا مش هفتح وهفتش فيه. فالمهم فتحت لقيت رسائل بينه وبين واحده على الواتس، واحده في الكليه قد عياله، وهو اللي متكفل بمصاريفها، وهو اللي بيبعت لها كل حاجه، وهو اللي بيبعت لها كل الفلوس. ولقيت في اخر رسائل بينهم ان هو بيعرض عليها الجواز. اتصدمت لما لقيت كده، كلمت البنت دي ومسكتها بهدلتها، وجمعت كل الفلوس اللي جوزي كان كاتبها في الرسائل ان هو ببعتها لها، وقلت لها المبلغ ده لو ما جبتهوليش انا هخرب بيتك وهفضحك وهعمل وهسوي. بس لقيتها حالت عليا واحد صاحب جوزي، ولقيته بيقول لي ده كان بيتعامل معاها بما يرضي الله، وكان بيتعامل معاها كانها بنته. فلقيت بقى ايه، ان الموضوع هيكبر، فقلت له بنتي مين؟ ده كان طالبها للجواز. قال لي مش ليه، ده كان طالبها للجواز لابني انا، فتحها في موضوع الجواز بس ما جابلهاش سيره العريس، ومات قبل ما قلت له حتى لو العريس ابنك انت، هو اللي فتحها ليه ويقول لها عايزك في موضوع جواز؟ والكلام اللي كان ما بينهم ده انا مش مصدقاك. فضل صاحب جوزي يحلف لي ان كان العريس هو ابنه، واللي هو لحد الان عايز يروح يتقدم لها ويخطبها لابنه، بس مستني ما يعدي على وفاة صاحبه اكتر من كده، يعني مستني كده سنة ولا حاجة وتكون البنت كمان خلصت تعليمها، يروح يتجوزها على طول، يجوزها على طول لابنه وكده. وقال لي ان من يوم ما جوزي مات هو اللي بيدفع لها المصاريف بتاعتها، وهو اللي متكفل بكل حاجه. انا طبعا مش مصدقه، وحاسه ان ده فيلم صاحب جوزي بيعمله عليا. مش عارفه بقى افضل مصممه واطلب الفلوس من البنت دي، ولا سامح واسيبها حاجه لله كانت بين جوزي وبين ربنا. مش عارفه اعمل ايه. لو انتوا مكاني هتتصرفوا ازاي؟ لو انا مكانك هتصرف ازاي؟ انا لو مكانك هصدق بقى صاحب جوزي طالما بيحلف بالله، وطالما هو بيقول ان هو هيجوزها لابنه، بس كده.